يعود إلى أولا جوين. محمد منصور وكرة الآن مرتدة سريعة الآن. أولا جوين على جهة اليمنى داخل منطقة الجزاء. جميل الله الله المرتدة السريعة الجميلة والهدف الأول عن طريق اللاعب محمد منصور مع الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول. مع الدقيقة 18 العربي يتقدم بأول الأهداف. أول أهداف هذه المواجهة عن طريق اللاعب محمد منصور. والفرحة هنا، شوف الارتداد والسرعة من جون على جهة اليسرى والانطلاقة والتحرك الأكثر من رائع والمرور والهدف الأول للعربي. واحد العربي مرور بشكل رائع ووضعها ما بين أقدام علي العامري. هدف أول للعربي. جيد وجميل من ابو يابس. تعود الى اولا جون الان. كرة الان جميلة الى مصلح. محاولة الله الله. مصلح الشيخ يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22. العربي يتقدم بالثاني هنا في الأحساء عن طريق مصلح الشيخ. يسجل الهدف الثاني على يسار علي العامري. والفرحة هنا والفرحة هنا وهناك، وبكل تأكيد تتواصل الأفراح في عنيزة. شوف اللعبة جميلة مر وبتسديدة على مرمى علي العامري على يسار علي العامري. هدف ثاني للعربي. 2-0. اعتقد ربما تكون مصلح. ولا جون بالراس خلاص. تعود لمولى. ما الذي يحدث هنا في الأحساء؟ ما الذي يحدث يا فرسان الواحة؟ العربي الثالث عن طريق المدافع أحمد المولد أبو علي. من أتى من النجمة وقبل يومين تحديدا، ربما أكثر بيوم أقل بيوم، الانتقالات الشتوية. والهدف الثالث للعربي. الهدف الثالث للعربي. ماذا لدى الخلل؟ وين الخلل عندكم يا أهل الحسا؟ وين الخلل عندكم يا أهل الحليلة؟ على يسار العامري. والفرحة هنا. الهدف الثالث أحمد المولد. بوحيمد إلى ألين ليما الحاضر الغائب. ألين محاولة مرور. ألين يمر. الله يعيد شيئا من الأمل. مع نهاية الشوط الأول. ألين ليما يرد. حاضر غائب. لا، أنا حاضر يا ود المخيتان. لكنها بنيران صديقة. وما أحلاها في هذا التوقيت وفي هذه العصيبة. ما أحلاها بأن تأتي من الأصدقاء، بأن يأتي لحسن المجحد. ألين ليما الآن على تنفيذ ركلة الزاوية. ألين تنفذ وبالراس. ثاني عن طريق رضا بن سايح يغلس الفارق. كانوا محتاجين لكن المعنوية لا زالت لدى كريستوفر عالية. الثاني هدف ثاني وتقليص الفارق براسية رضا بن سايح. هنا الراسية الأولى من
حمدي، والراسية هنا لا عبد الإله جعفري، ويكمل عليه رضا بن سايح مع الدقيقة 66. على الجهة اليمنى علي زقعان، يوسف إلى علي من جديد، الزقعان والتسديد، جول علي الزقعان ينهي الأمور للعربي في أول مباراة، في أول حضور، في أول ظهور مع العربي. الزقعان ينهي الأمور ويسجل الهدف الرابع للعربي. وهنا أيضا شوف علي الزقعان وحاول معها العامري لكن الكرة ذهبت. علي الزقعان يسجل الهدف الرابع وينهي